في وسط ما كل العالم بينصح ان انت تعلم اولادك كودينج، جه سام ألتون مؤسس شركه اوبن اي اي اللي هي تمتلك شات جي بي تي وقال عكس كده. لما سالوه في الانترفيو المفروض الاهالي تعلم عيالها ايه، كانت اجابته غريبه للمحاور. What do you think kids should be studying these days? Resilience, adaptability, a high rate of learning, creativity, certainly familiarity with the tools. المرونه والتكيف ومعدل التعلم السريع، واللي ممكن نقول عليهم سوفت سكيلز. السوفت سكيلز اللي تقريبا يفتقدها 90% من المجتمع المصري، ما عدا الحته بتاعه التكيف طبعا، لاننا على مدار حياتنا شفنا ايام سودا وكورونا وحروب ومظاهرات بس ما زلنا قائمين وعايشين وده تمام. فدي تشكد الحمد لله عندنا، بس بقيه الحاجات التانية عندنا فيها نقص كبير. وده مش معناه ان الكودينج ملوش لازمه، الكودينج هو احتياج العصر الحالي، بس السوفت سكيلز هي احتياج كل عصر. الناس اللي عندها مرونه وبتتعلم بسرعه قدرت تكتشف من بدري ان الكودينج ده هو الاتجاه العالمي، فبدأ ان هم يتعلموه من بدري، فكان ليهم اسبقيه وبقوا يعملوا منه ارقام كبيره قوي. في منهم اللي كان مبدع وقدر ان هو يعمل بيزنس مبني على، منهم صديقي المحترم اللي انا بحبه محمد جويش. سام ألتون حب يركز على حاجه شايف انها غايبه عن غالبيه الاهالي، وهي تعليم اولادهم السوفت سكيلز اللي يحتاجوها في حياتهم كلها، وات ايفر هم شغالين في ايه او بيعملوا ايه، لان الحاجات دي هي الاساس اللي بيترتب عليها اي حاجه تانية انت عاوز تعملها في حياتك. انا كريم حنفي، سلام.